كل اللي فات مهم، بس اللي جاي هو الأهم بقى، لأن في لحظة معينة كده كلنا بنقع، مش بسبب قلة المعلومات أو إننا مش عارفين نعمل إيه، لكن لأن طاقتنا خلصت، حماسنا برد، ثقتنا في نفسنا اتلخبطت. وهنا بقى بيجي دور الدعم النفسي الحقيقي. دايما اسأل نفسك هو أنا ليه بدأت؟ اكتب السبب ده أو حتى علقه قدامك، خليه خلفية على موبايلك، الزقه على المراية أو حتى على المكتب، لأن اللحظة اللي بتنسى فيها نفسك هي نفس اللحظة اللي لازم تفتكر أنت ليه بدأت من الأساس. الفشل مش دليل على ضعفك، الفشل مش نهاية، الفشل جزء من الرحلة لازم هتمر بيه. الفشل بيقولك انت جربت واتحركت وقررت تواجه، وكل مرة هتقع وتقوم انت بتقوى اكتر، والاهم انك بتتعلم. التغيير بياخد وقت، جسمك وعقلك ويومك وعلاقاتك متبرمجين على القديم، فكل مرة بتحاول تغير طبيعي تحس انك بترجع لورا. بس ده مش معناه انك فاشل، ده معناه انك انسان طبيعي بيحاول. دايما ارجع لنقطة البداية. حاسس انك تايه، حاسس انك فقدت الحماس، ارجع لأول لحظة وجعتك، أول لحظة خلتك تقول أنا تعبت ولازم أتغير. افتكر اللحظة دي كويس، لأنها هتفضل دايما المحرك الحقيقي جواك. خليك رحيم بنفسك شوية، لو وقعت مش نهاية العالم، لو رجعت عادة قديمة ما تجلدش نفسك، لو حسيت بالكسل سامح نفسك وارجع تاني. مش المهم إنك تقع، المهم تقوم بعد الوقعة دي. افتكر دايما إنك مش لوحدك، ناس كتير شكلهم يبان من بره تمام لكن جواهم دوشة، بس مش كل الناس عندها شجاعة إن هي تواجه. أنت من القليلين اللي قرروا يبدأوا، ودي في حد ذاتها شجاعة أصلا. ابني دايما دايرة دعم صغيرة، حتى لو شخص واحد، حد يسمعك يشجعك يفكرك قد ايه انت ماشي كويس. ولو ما لقيتش حد ارجع تاني للمحتوى ده وافتكر نفسك القديمة. واخر حاجة خليك فخور بنفسك، كل خطوة صغيرة، كل يوم كنت فيه اضعف من انك تكمل بس كملت، كل لحظة قلت فيها انا هستحمل عشان نفسي، هي دي البطولة الحقيقية. ما تخليش الكلام يعدي وخلاص. اكتب لي بقى في الكومنتس ايه اكتر نقطة لمستك، وايه اكتر حاجة نفسك تغيرها بس مش عارف تبدأ فيها. يمكن تبدأ النهاردة، ويمكن تكون دي اول خطوة في طريقك الحقيقي.